احنا ابتدينا وتابعنا في كل مكان. خدمة ثانوي من بره، خدمة ثانوي. نرحب بكم النهارده. احنا النهارده هنتكلم عن سر من اسرار الكنيسة، وهو سر الكهنوت. والسر الكهنوت ده هو اتأسس امتى وفين وازاي؟ في الحقيقة كلمة كاهن دي معناها خادم الرب، وهو وكيل سرائر الله على الأرض. في الحقيقة عايز أوضح لكم معلومة، وهو إن السر اتأسس على مراحل، لكن ممارسته كانت بعد حلول الروح القدس. وكمان السر تم تأسيسه لما قال لهم: كل ما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء. لكن وهبهم نفخة الكهنوت يوم القيامة، وابتدوا ممارسة السر في يوم حلول الروح القدس. هل الكهنوت ليه شروط؟ أول حاجة الكهنوت للرجال. تاني حاجة يكون ناجح في حياته ومدبر جيد لوقته. تالت حاجة يكون مشهود له من رئاسات الكنيسة. رابع حاجة إن هو يترقى بكل رتب الشمس من أول الإبسلطس لحد الأرشدياكون. نتكلم النهارده عن رتب الكهنوت، واول رتبة معانا وهو الابسلطس. والابسلطس معناه اللي هو مرتل. وبيجي دور الابسلطس هنا انه بيكون واقف بره مع الشعب، واقف في الخرس اللي بره الخارجي للهيكل، بيبدا يقول المردات بيرد فيها على ابونا. تاني واحد معانا وهو الاغنوستوس. والاغنوستوس معناه قارئ. والاغنوستوس هنا بيكون لابس تونيا والبدرشيل. والاغنوستوس دوره هنا اللي هو بيطلع يقرا الابراكسيس والكاسيليكون والبولس. تالت واحد معانا وهو الابيدياكون. والابيدياكون كان دوره واضح جدا في العصور الاولى. الابيدياكون كان في العصور الاولى بينظم صفوف الشعب. كانت اي حيوانات بتيجي من خارج الكنيسه كان بيقوم يطردها بره. حاليا الابيدياكون بيجي ينظم صفوف الشعب والشمامسه. معانا رابع واحد هنا وهو الدياكون. والدياكون يعني شماس. والدياكون هنا يقدر يساعد في الاسرار المقدسه. لو ابونا بيصلي لوحده وعايز مساعده في ساعه التناول، بيطلب من الدياكون ان يمسك الكاس ويبدا يناول الشعب معاه. وخامس واحد معانا وهو الارشدياكون. والارشدياكون معناها انه شماس كامل او رئيس شمامسه زي ما شفنا استفانوس. وهنا الارشدياكون بيقدر يقوم بكل مهام الرتب اللي قبل. طب وإيه هو طقس سر الكهنوت؟ سهلة وبسيطة. لازم يكون الكاهن مشرطة، ويكون اترشم بوضع اليد، والشعب هنا بيكون كله موافق عليه. وبيقولوا أكسيوس أكسيوس أكسيوس. وتاني حاجة إن الكاهن بيتعرف بالفترة، عشان لو أي حد من الشعب معترض بيروح يوجه رسالة الاعتراض ليه. وتالت حاجة هنا معانا إن الكاهن بيترقى كل جميع الترقيات من الإبسلطس لحد الأرشدياكون. أول حاجة الطقس بيبتدي من بعد صلاة الصلح، واللي فيها بيتم سؤال الكاهن أمام الشعب المعترضين ولا موافقين عليه، ولو موافقين بيقولوا 3 أكسيوس. بعدين بيتم عليه وضع اليد. وبعد كده تالت حاجة بتكون النفخة المقدسة بالروح القدس. رابع حاجة بتكون منادات الكاهن بالاسم الجديد على الكنيسة اللي بيرتسم عليها. نيجي نلاقي هنا أبونا فلان وأبونا القمص فلان، والفرق هنا ما بينهم إلا ما هو رتبة إدارية فقط. ومعنى كلمة قمص اللي هو بيكون مدبر. بنيجي نلاقي في بعض الأوبشيات الأسقف أو المطران، وهنا برضو نفس الفرق ما بينهم برضو إلا ما هو رتبة إدارية. وبكده نكون عرفنا إيه هو سر الكهنوت. واحنا كده نكون خلصنا سر من أسرار الكنيسة السبعة. نستناكم في الحلقة الجاية. باي.